أنا نوال، عندي 29 سنة، متجوزة بقالي سنتين، لسه ما عنديش أطفال. جوزي اسمه محمود، شغال محاسب في شركة. اتجوزنا في شقة إيجار وقعدنا فيها سنة، وبعد السنة لقينا الشقة اللي احنا ساكنين فيها دلوقتي. اشتريناها تمليك، وعلشان الظروف اضطريت أبيع ذهبي علشان نقدر نكمل تمنها. حياتنا كانت هادية جدا ومستقرة لحد ما الشقة اللي قصادي سكنت. شفت جارتنا الجديدة كذا مرة على السلم، ست حلوة جدا وصغيرة، وكمان مهتمية بنفسها قوي. بعد ما سكنت بأسبوع لقيتها بتخبط، فتحت لها، استغربت ازاي خرجت باللبس ده بره باب شقتها لأنه مكشوف جدا. قلت لها اتفضلي، قالت لي زهقت من القعدة لوحدي، قلت لما اجي اقعد معاكي شوية. قلت لها اهلا بيكي. قالت لي وانتي ما بتزهقيش من القعدة لوحدك؟ بشوف جوزك بيخرج بدري ومش بيجي غير اخر النهار. قلت لها خلاص انا اتعودت، بقالي سنتين بالنظام ده. قالت لي انا بقى جوزي شغال في محافظة تانية ومش بيجي غير كل شهر اسبوع واحد بس، وبقالي على الحال ده 4 سنين، بس لسه طبعا ما تعودتش. فضلنا ندردش شوية مع بعض لحد ما جوزي جه. هي استأذنت وراحت شقتها، واتكررت الزيارات بيني وبينها. وفي يوم كنت انا وجوزي بنتغدى والباب خبط، فتحت الباب لقيت جارتنا لابسة لبس مكشوف قوي، وقالت لي معلش خلي جوزك يجي يشوف التكييف بتاعي احسن مش راضي يشتغل. طبعا انا بحسن نية دخلت قلت لجوزي على طول. قال لي حاضر. قلت له استنى لما اجي معاك. قال لي لا خليكي انتي. وراح جوزي يشوف التكييف، وانا طبعا كنت قاعدة على نار. ازاي سبته يروح معاها لوحدهم وهي باللبس ده؟ وفضلت دماغي تجيب وتودي لحد ما جوزي رجع. اول ما دخل قال لي الريموت كان معلق، وعملته. قلت له تمام وسكت. قال لي مالك؟ قلت له مفيش، صدعت شويه ومرضيتش اتكلم معاه احسن يقول عليا ان انا غيرانه منها. بعد لما لاحظت ان جوزي على غير عادته بدأ يسأل عليها كتير، وهي كمان كل ما كانت تشوفني تقعد توصف لي قد ايه ان هو جوزي جدع وحنين ويا بختي بيه. بدأت ان انا اقلق منهم هما الاتنين، بالذات لما كنت بلاحظ انها بتتعمد وقت رجوع جوزي من الشغل تقف قدام الباب. اما انا بدأت احاول اتجنبها على قد ما اقدر. وفي يوم على ميعاد رجوع جوزي من الشغل كنت بخرج الزبالة قدام باب الشقة، شفت باب جارتي مفتوح، دخلت وقفلت باب شقتي وفضلت واقفة ورا الباب ابص من العين السحرية. لما جوزي طلع شفت جارتي ندهت عليه ودخل معاها شقتها وقفلت الباب. بعد ما شفت جوزي من العين السحرية وهو داخل شقة جارتي النار ولعت في قلبي. ما حسيتش بنفسي الا وانا واقفة قدام شقتها وبخبط على الباب جامد. قلت لها بعلو صوتي جوزي عندك بيعمل ايه؟ قبل ما تتكلم لقيته خارج لي، والاول مرة اشوف وشه مخطوف كده. وقال لي في ايه؟ قلت له انت اللي في ايه، انت بتعمل ايه هنا؟ قال لي وهو بيوطي صوته كده اهدي بس كده والله مفيش حاجة، دي كانت عاوزاني اصالحها هي وجوزها علشان متخانقين. قلت له هو فين جوزها اللي انت هتصالحها عليه ده؟ قال لي الناس هتتفرج علينا، وراح شددني من ايدي ودخلني شقتنا وهي واقفة مش قادرة تنطق، وقعد يحلف لي ان مفيش حاجة وان نيته سليمة وهو كان واسطة خير مش اكتر. وحرام عليا لان العمارة كلها اتفرجت علينا، واني انا بغير من هدومي حتى، وما ينفعش كده، وما ينفعش ارمي الناس بالباطل. امال يعني لما كنتش جايباه من شقتها كان قال لي ايه؟ وبعد ما كان بيتحايل عاوز يقلب الترابيزة عليا، يا على البجاحة. وكانت خناقة كبيرة جدا، طلعت منها في الاخر انه حتى السلام مش هيرميه عليها، ويا ريت استريح وبطل غيرة. وطلعت انا في الاخر شكاكة وما عنديش ثقة في نفسي. للأسف الخناقة اللي حصلت دي ما كانتش في مصلحتي نهائي. حتى لما بقى يتأخر برا البيت على غير عادته واسأله اتأخرت ليه يتهمني اني بشك فيه. يعني حتى السؤال ما بقاش من حقي، واخد حذره مني جدا. بس انا ما كنتش بدور وراه علشان اخرب بيتي، بالعكس انا كان نفسي اتأكد ان مفيش بينهم حاجة علشان قلبي يطمن، لاني كنت حاسة اني عايشة في نار. بس تصرفاته وحذره الزيادة شككني فيه اكتر. ولما تابعت عداد المكالمات في تليفونه ولقيت فيه مكالمات بتتمسح، يعني فيه مكالمات مش عاوزني ان انا اعرف بيها. نزلت على تليفوني برنامج تسجيل المكالمات علشان لو فعلا مظلوم ابقى اتاكدت اني ظلماه، ولو طلع خاين يبقى معايا اللي انا هفضحهم بيه المره دي. واستنيت وانا على نار، وعدى اسبوعين، وبعد ما انام بالليل خدت تليفونه علشان اسمع المكالمات المتسجله. فتحت الفون وسمعت التسجيل، وكانت المكالمه اللي دارت بينهم الو. قال لها ايوه مين معايا؟ قالت له انا جارتك اللي قصادك، من زمان معجبة بيك جدا وبرجولتك، انت شخص مختلف عن كل الباقي. رد عليها وقال لها بس انت جبتي رقمي ازاي وامتى؟ وكمان قال لها بس انا بحب مراتي وعمري ما اشوف غيرها. بصراحة انا لما سمعت الكلام ده فرحت جدا من جوايا، وعرفت ان جوزي بيحبني وان ما كانش لازم ان انا اشك فيه من الاساس.
بس بقيت المكالمة لقيت جارتي بتقوله انت بتحبها الكلام ده لان انت ما شفتش حد غيرها، تعالى نهرب بعيد. انا سمعت الكلمة دي والدم غلي في عروقي ومش عارفة اسمع الباقي ولا بلاش، واحاول ان انا انسى واقنع جوزي ونفسي ان مفيش حاجة وان احنا نبعد من هنا، وبكده ان انا اتفادى كل شيء. لقيت الفضول عندي مش قادرة اسيطر عليه اني ما اسمعش الباقي. رد هو وقال لها طيب انتي عاوزة ايه دلوقتي؟ قالت له انا عاوزاك انت وبس من كل الناس. انا بسمع وخلاص نفسيتي اتدمرت ومش قادرة حتى ان انا اتنفس، وخايفة انها تقنع جوزي وتاخده مني. حذفت بسرعة كل الكلام اللي متسجل على الفون اللي سمعته واللي لسه ما سمعتوش، وقلت خلاص انا لازم انقل من هنا واخد جوزي ونسيب الشقة والعمارة كلها ونمشي. صحيت بدري قبل جوزي وحضرت الفطار. صحيت جوزي واتفاجئ بكده لاني بصراحة من زمان ما عملتش فطار رومانسي كده. فطرنا وهو كان ماشي، رحت قلت يا حبيبي بصراحة انا عاوزة اعزل من الشقة دي، شوف لنا مكان تاني يكون احسن. جوزي وشه جاب الوان وقال لي ليه، في حاجة؟ انا طبعا اتغصت من ردة فعله وقلت له لا مفيش حاجة بس انا عاوزة ابعد عنها، ممكن؟ وابتسمت ليه كده بحب. بسرعة رديت وقلت له من غير ما تتعب نفسك، انا شفت شقة وجميلة جدا واصحابها عارضينها بسعر حلو، وبصراحة الشقة فرصة مش هتتعوض تاني. وقعدت ازين لجوزي فيها ان مفيش بعدها وحلوة جدا. المهم خدت جوزي واتفقنا على السعر وكان ممتاز جدا، وحولت العفش وكل حاجة واتفقنا ما نروحش هناك تاني. المصيبة بقى مش في كده، المصيبة ان جوزي عمل احقر حاجة كنت ممكن اتوقعها. نقلت من الشقة وسكننا في شقة جديدة وبدأت أبعد عن حياتي عن الماضي، وبدأت إن أنا أعمل مع جوزي كل حاجة جديدة، وفعلا رجعت حياتنا أحسن من الأول. بس للأسف حصل اللي أنا ما كنتش أتوقعه. كنت معزومة في فرح واحدة زميلتي، طلبت من جوزي إن هو يجي معايا بس هو رفض وقال لي إن هو تعبان. قال لي روحي انتي وأنا هاجي أخدك علشان عايز أنام شوية. قلت له ماشي ورحت الفرح، بس أنا قررت إن أنا أمشي بدري من الفرح واخد تاكسي علشان ما تعبهوش. ونزلت وكانت المفاجأة لقيت واحدة شبهها كتير قوي جسمها ومشيتها، بس ما شفتش وشها، بس انا طبعا متأكدة ان هي نازلة من العمارة. حاولت الحقها بس ما لحقتهاش ورجعت على شقتي وانا بحاول اشيل كل تفكير وحش من دماغي. بس لقيت جوزي خارج من الحمام واتفاجئت بيه وحسيت انه ارتبك وقال لي ايه اللي جابك لوحدك، ما اتصلتش ليه وانا كنت هاجي اخدك؟ قلت له ما حبيتش ان انا اتعبك، ودخلت نمت وانا في دماغي الف سؤال وسؤال، وكان لازم طبعا حد يجاوب لي عليه، ولازم اعرف جوزي على علاقة بالست دي ولا لا، ولا انا اللي بقيت شكاكة على الفاضي وعلى المليان. لحد ما خطر في دماغي فكرة وقررت ان انا انفذها طول الليل طبعا وانا بفكر اعمل ايه، واتأكدت ازاي لحد ما خطرت لي فكرة. نزلت الصبح من الشقة بعد ما هو راح شغله، رحت المحل كاميرات اشتريت 2، وبعد كده رحت عمارة شقتنا القديمة وطلبت من مرات البواب رقم جوز جارتي. سألتني عن السبب، قلت لها عمل إنساني لأن من حق جوزها إن هو يعرف طبعا حقيقة مراته وما يفضلش طول عمره إن هو عايش مع واحدة خاينة زي دي. وفعلا اقتنعت بعد ما حلفتها إن أنا عمري ما هجيب سيرتها، ورحت شقتي ومرضتش إن أنا اتصل على جوز جارتي إلا لما أنا أتأكد، وركبت الكاميرات في مكان يصور كل حاجة ومحدش ياخد باله منها. واستنيت جوزي لحد ما رجع من الشغل وطلبت منه ان انا اروح اشوف ماما بكرة واقعد معاها يومين. المفاجأة ان جوزي وافق على طول رغم انه طول عمره يرفض ان انا انام عند ماما، وكان يقول لي ان انا ما بعرفش انام في الشقة من غيرك. ورحت عند ماما ولا كنت بنام ولا باكل من كتر التفكير، حتى ما اتصلش عليا علشان يجي ياخدني. وبعد 3 ايام اتصلت عليه علشان يعدي عليا عند ماما علشان اروح معاه، وفعلا جه تاني يوم وخدني. واول ما روحت كنت جايبه منوم معايا، عملت له عصير اللي هو بيحبه وحطيت له فيه المنوم علشان ينام، علشان طبعا اشوف الكاميرات. وكانت المفاجأة ان طول الوقت كان لوحده في الشقة. حسيت ان انا ظلمته وقررت اتكلم معاه واعتذر له، بس هو نايم دلوقتي. قام الصبح راح الشغل من غير ما يصحيني. لما قمت ما لقيتهوش قررت ان انا اتكلم معاه بعد ما يرجع، بس ماما رنت عليا ساعتها وطلبت مني ان انا اروح لها لانها كانت تعبانه جدا. وفعلا اتصلت بيه وبلغته ان ماما تعبانه وانا هروح اقعد معاها، فوافق. رجعت من عند ماما بعد 3 ايام تاني وهو كان في الشغل، وقررت ان انا اشيل الكاميرات، بس فضولي خلاني ان انا اشوف الكاميرات تاني ويا ريتني ما كنت شفتها. لقيت جوزي وفي اوضه نومي وعلى سريري. كانت صدمه عمري، فضلت اعيط واصرخ وكنت منهارة جدا بسأل نفسي قصرت معاه في ايه علشان يخوني.
بس كان ميعاد رجوعه قرب يجي من الشغل. قررت ان انا اقوم اغسل وشي واجهز الغدا واتشيك كده، وكان يوم عادي جدا علشان ما يحسش باي حاجه، علشان لازم اعمل خطتي واخد حقي منه. تاني يوم اتصلت على جوزها، ومن حسن حظي انه كان موجود في المدينه. طلبت اقابله وطبعا سالني انا مين. قلت له لما نتقابل هتعرف، وحددنا الميعاد والمكان ورحت عشان اقابله. طبعا ولا انا اعرفه ولا هو يعرفني، فضلنا على اتصال ببعض لحد ما اتقابلنا. طبعا كان مستغرب لان هو ما يعرفنيش ولا عمرنا اتقابلنا. فاول ما شافني قال لي انت مين وعايزه ايه؟ قلت له انا وانت مصلحتنا واحده ولازم ناخد حقنا. قال لي لو سمحتي ادخلي في الموضوع وبلاش لف ودوران. اديته نسخه من الشريط اللي متسجل وقلت له اللي في الشريط ده مراتك وجوزي، لما تشوفه حبيت انك تاخد حقك رن عليا. وسبته من غير ما اسمع منه اي حاجه، لانه كان مذهول ومش فاهم حاجه خالص. عدى يومين وما اتصلش بيا، فقررت اخد حقي بنفسي. بس من حسن حظي لقيت رقمه بيرن عليا وقال لي هنعمل ايه. بس صوته وهو بيكلمني كأنه واحد بيموت. حسبي الله ونعم الوكيل فيها، هي وجوزي. وشرحت له اللي احنا لازم هنعمل كذا وكذا، وفعلا بدأ ينفذ. واولها ان انا مخرجش من شقتي، مش هخرج من شقتي ابدا علشان هما يتقابلوا عندها في شقتها. وكان ميعاد سفره بعد اسبوع، بس اللي هو اقنعها ان الشغل رنوا عليه، وهي من فرحتها مركزتش ان عمره ما قطع اجازته، وفضل مراقب شقته لحد ما جه جوزي وطلع ودخل وراه وطلب من البواب اللي هو يشيله الشنطة. فجأة عمل نفسه ان هو اغمى عليه عشان خاطر يجري عليه البواب ينادي على الدكتور اللي في العمارة. وده كان من حسن حظنا ان في دكتور في العمارة. اول ما الدكتور وصل فضل يفوق فيه واحدة واحدة، وطلب من الدكتور يطلع معاه الشقة علشان يكشف عليه هو فوق. كان لازم يكون طبعا معانا شهود علشان تكون الخيانة مثبتة. ده كان جزء من الخطة. فتح الشقة ودخل البواب والدكتور بدون ما يطلعوا أي صوت، ودخل على غرفة النوم وشافها وفضل يضرب فيها. وكان جوزي طبعا عايز يهرب، بس على مين؟ البواب كتفه لحد ما اتصلوا بالشرطة. ولكن لسه المفاجأة طبعا تقيلة جدا. وهم نازلين طبعا جبنا رجالة تحت العمارة فضلوا يتخانقوا أول ما ينزلوا، وفعلا قامت الخناقة وانشغل فيها البوليس، والاتنين انتهزوا الفرصة وهربوا. بس للأسف ما يعرفوش المصير المنتظر. كان في رجالة مستنياهم، وطبعا رشوا على وشهم مية كده اللي هي بتهري الوش، طبعا كلنا عارفين اسمها ايه. والناس نقلوهم على المستشفى، وجوزي طلب منهم ان هم يرنوا عليا، وجيت له جري. قال يعني ملهوف عليه. قلت له امضي على الورق ده يا عمري. قال لي بتاع ايه؟ قلت له علشان هتعمل عملية. وفعلا مضى. وبعد ما خلصت ضحكت ضحكة كده انتصار، وقلت له انا اللي عملت كل ده وانت مضيت على تنازل للشقة وفلوسك كلها. فضل يصرخ. سبته ومشيت، وكان لازم طبعا اروح للكلبة التانية افشي فيها غليلي. كان وشها طبعا مقزز جدا. دخلت عليها طبعا وانا بضحك، وهي اتفاجئت بيا وقالت لي انت مين؟ انا ما قلتلكوش انها طبعا اتعمت. قلت لها انا مرات اللي خاني معاكي، عموما تعيشي وتاخدي غيرها. وعموما الرجاله اصلا اللي رشوا عليكي عملوا اكتر من اللي انا كنت عايزاه، علشان ما تحاوليش انك تغيري على اي راجل تاني. وكويس ان انتي اتعميتي علشان ما تصدميش من شكلك. وخرجت وسبتها عماله تصرخ وتقول كلام مش مفهوم. على الرغم من ضحكي اللي انا كنت مكسوره جدا اكتر منهم، خلوني فقدت الثقه في نفسي. كنت دايما اسال ايه اللي انا قصرت فيه علشان يعمل كده. حاولت انسى واعيش حياتي. عشت انا وماما ودورت على شغل، بس ما لقيتش شغل. وبعد فترة جالي جوز جارتي بعد شهر طبعا يشكرني، وفضل يقول لي معلش انا اتأخرت في شكري ليكي، لانه دخل في حالة اكتئاب. وقال لي لو عايزة اي حاجة اتصلي عليا. وفعلا ساعدني ولقيت شغل، بس كنت في شغلي ببعد عن الناس وخصوصا الرجالة، لاني فقدت الثقة فيهم وكنت برفض اي ارتباط. لكن دايما ماما كانت حزينة جدا عليا، ودايما كانت بتدعيلي. وبعد مرور سنة لقيت باب الشقة بيخبط. لقيت جوز جارتي. اتفاجئت بيه. لقيته بيقولي تتجوزيني؟ احنا الاتنين مرينا بنفس الظروف واتجرحنا قوي، علشان كده عمر ما حد فينا هيجرح التاني. حسيت ان ربنا استجاب لدعوات امي، وفعلا وافقت. وهو نقل شغله في نفس المدينة، وربنا رزقنا ببنوتة وولد، وحبينا بعض قوي. وعمر ما حد حاول يجرح التاني. فعلا ان ربنا كبير وبيرجع حق المظلوم. اي نعم كانت تجربة صعبة جدا، بس الحمد لله اتجوزناها بفضل الله. ودايما بدعي على اي حد يجرح اي حد بالشكل ده.
لو عجبتكم قصتنا النهاردة ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة وتقولوا رأيكم لصاحبة القصة، هل اللي عملته ده كان صح ولا المفروض كانت تصبر عليه؟ أتمنى تقولوا رأيكم في الكومنتات.